السلام عليكم اخواتي وحبايب قلبي، معكم الافوكاتو علي ريحان من قناتكم قناة الافوكاتو. النهارده جايب لكم قضية لو قلبك ضعيف ما تسمعهاش. قضية هتخليك تبص لمراتك اللي نايمة جنبك وتخاف. نبدأ قصتنا. في واحدة ست اسمها سعاد، عندها 35 سنة، متجوزة راجل اسمه رمضان، راجل طيب وغلبان، شغال سواق توك توك في شبرا الخيمة. رمضان ده كان بيحب سعاد حب عبادة، بيشتغل 16 ساعة في اليوم علشان يجيب لها كل اللي نفسها فيه. بس سعاد كانت ست عينها زايغة وبتحب الفلوس. المهم سعاد اتعرفت على واحد اسمه محمود شغال في السعودية، بعت فلوس كتير، بقت تكلم محمود من ورا جوزها. رمضان الغلبان مش واخد باله، لحد ما في يوم من الأيام رمضان رجع بدري من شغله وفتح الباب، لقى سعاد بتتكلم فيديو كول وبتقول يا حبيبي نفسي تخلصني من رمضان ده بقى. رمضان اتصدم، مسك التليفون وكسره وضربها قلمين وقال لها انا هطلقك وافضحك. وهنا حبايبي شيطان لعب في دماغ سعاد، راحت المطبخ جابت حاجة. رمضان اداها ظهره، ما كانش متوقع الغدر والخيانة منها، وبيكلم امها في التليفون بيقول لها تعالي خدي بنتك دي. راحت جايه من وراه ومرة واحدة انهت حياته. رمضان وقع وهي زي المجنونة. بعدها عملت حاجة محدش يتوقعها، قسمت اللي حصل وخبته في الفريزر، وكل يوم كانت بتتخلص من جزء لحد ما ريحة الشقة بقت لا تطاق. الجيران بلغوا، لما وصل فتح الفريزر لقى راس رمضان بتبصله. سعاد اتقبض عليها واتحكم عليها بالإعدام، ومحمود هرب. شفتوا يا جماعة الخيانة بتوصل لفين؟ راجل طيب راح ضحية ست خاينة. قولولي في الكومنتات، سعاد تستاهل الإعدام ولا تستاهل ايه؟ لو القصة عجبتكم ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. كان معاكم الافوكاتو علي ريحان، سلام.